كتشريو دائما صلصه طماطم وما كتطولش معكم نهائيا وما كتبقاش طريه. اليوم جبت لكم صلصه ديال الطماطم منزليه بامتياز، واهم حاجه كتطول في المده وبدون مواد حافظه. شوفوا ليا ما شاء الله راه داويه على راسها غير الختوريه توريكم، اما الريحه اللي طالعه منها والمذاق راه يا سلام. اي وصفه جربتيها بهاد الصلصه غتجيك رائعه، خصوصا لي بات كسكسو الا ضفتوا فيها هاد الصلصه هذه كيجي ولا اروع. اللي كنشارك معكم ديما البيتزا، اي وصفه ودوزوا معايا نشارك معكم مكونات وطريقه التحضير ونبداو على بركه الله. اول حاجه غادي نحتاج هنايا السوغيس، تقدروا تضيفوا مطيشه عاديه تحيدوا له هذيك النباته ديالها وتضيفوها في هذه الكاسرونه كيف كتشوفوا معايا. غادي نغسلها مزيان ونديرها هنايا. غادي نضيف ليها واحد 4 كاس ديال الزيت البلديه. من الاحسن نضيفوا الزيت البلديه، كتخليها طريه وكتخليها ملي كطحنوها كتبقى بنفس اللون وبنفس الريحه وما كتغملش نهائيا. غادي نحاول نحرك هكا يعني مزيان حتى تلبس لينا ديك المطيشه كامله بالزويته صافي. وغادي نديرها هنايا فوق عافيه مهيله، ما تضيفوا لا ما لا حتى حاجه، هي كافيه انها تطلق داك الماء ديالها. داك الماء اللي فيها راه هي اللي طلقاتو صافي. نقصوا البوطه وخليوها. ملي تبان لكم راه تسلقات بهذا الشكل هذا غادي نديروها في الطحان ديالكم الكهربائي وغادي نطحنوها مزيان مزيان. هذه المرحله جد مهمه، طحنوها مزيان عاد باش غادي ندوز نصفيها. بالنسبه لهاد الصلصه اللي قديت معكم كتجي رائعه في البيتزا، في جميع الوصفات اللي كنشارك معكم، واي وصفه كتحتاج صلصه الطماطم ضيفوها راه كتجي ولا اروع. صافي انا غادي نصفيها باش نحيد من هذوك القشور، ضروري ما تحيدوهم حيت كيخليو المطيشه حامضه وما يعني ما كتبقاش مده طويله. من الاحسن انكم تحيدوهم. شوفوا لي الزريعه شحال حيد، ضروري ما تحيد باش كتبقى ديك الصلصه ناعمه. غادي نضيف ليها معلقه ديال الملحه، معلقه ونص ديال التحميره، ومعلقه ديال البزار، وخويط ديال الزيت البلديه. وغادي نحرك المكونات مزيان مزيان. غادي نرجعهم فوق البوطه واحد 8 دقائق فقط ونخليها حتى تبرد باش تختار معنا بهذا الشكل هذا. احتفظوا بهم في قريعات اللي يكونوا معقمين، سلقوهم او ديروهم في الماء يكون غليان عاد باش تسدوا عليهم، واحتفظوا بهم في الثلاجه غير لتحت. واهم حاجه ديروا ليها واحد شويه زيت من الفوق كتبقى اطول مده وبالصحه والراحه.